موسم ولا ماتش طويل؟ لا موسم. لا بس لا بركة أنا 10 خلص يا عم بدل فلوس خلص هذا مبلوع أنا عارف لسه أحسن لك البيض وجاكوت اللحم الناس ما عارف اللحم بالبلد مجبر ميه فما بالك الفرق وبهار وتومه وحمص شيء متعوب عليه والله مستاهل يعني طب اتقبل منه كيلو البصل عشان لابس كثير ليه ما بايد وجهك انا والله بايد وجهك خلصت منه وين؟ اصبر بس خلاص ما تلاقيش تطور على الشارع المصيبه اللي انا بعمل فيها لا بس ما نقدر الشيء هذا ايوه خلص استنى يا عمي خلاص انت يلا امشي تمام حبيبي. احنا بنحكي يعني اليوم لشباب منطقة المتبرعين عنا هان والناس الطيبة واهل الخير بتبرعوا في الوضع اللي احنا فيه حاليا، لكن الحمد لله ما بنسوا شعبنا ولا بنسونا ولا بنسى اي شعب من اهل غزة، والله يفرج علينا ويغير الحال هذا كليا يا رب، وشكرا للجميع يعني والاهل المتبرعين إلنا يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوافق اليوم الجمعة 26 يناير من العام 2024 والذي يصادف 12 بعد المئة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحرب الإبادة الذي يشنه ضد الفلسطينيين في القطاع، إذ نقوم اليوم بطهي الطعام من أجل توزيعه على الفلسطينيين النازحين في مدينة رفح، وذلك بتمويل كريم من مؤسسة عمود كيرفان. بارك الله فيهم وجزاهم الله عنا خير جزاء. اسمع حسب اللي يجيب لك المصاري. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هو الخامس بعد المئة في هذا الحرب الضروس على غزة، إذ بموجبها وأثرها نزح الكثير من شمال غزة إلى هنا في مدينة رفح الجنوب،
في ظل انعدام أبسط مقومات الحياة وصعوبة الحياة هنا، نقوم اليوم بتحضير وجبات طعام للنازحين الذين نزحوا من الشمال إلى هنا الجنوب، من هنا في مدينة رفح. إذ نخص بالذكر ونشكر مؤسسة أموت كرباني على هذا الدعم، ونطالبهم بالمزيد، وبارك الله لهم في مالهم وفي عيالهم ورزقهم. الإخوة الكرام، هنا في مدينة غزة الأمور غاية في الصعوبة، غاية في الصعوبة، إذ لم نشهد هذه الظروف من قبل ولم نعيشها. نرجوكم عدم الكف عن الدعاء لإخوانكم هنا في غزة، وبارك الله لكم فيكم وجزاكم الله عنا كل الخير.